لحظه بس، اصل في معلومات غلط. مين اكتر ناس بتمد الاسماعيلي باللعيبه؟ يا راجل ده انا كابتن علي ابو جريشه، انا بقول لك اهو مش مني على الاسماعيلي. كابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان قعدوا معايا في المكتب بتعليمات من كابتن خطيب ان انا اديهم كل اللعيبه من غير ما بل بساعد كمان على مرتبات في بعض من الاوقات. احنا جبنا النهارده عمرو الساعه بكام؟ عارف يا دكتور سيد، كل ما بشوف فيديو ليك او حاجه بحاول كتير ان انا اتحاشاك واتجنب ان انا اتكلم عليك، لان كلامك بيبقى مستفز جدا. بس بصراحه في حاجات على اللي هو ايه، ياض اطلع اتكلم، لا ياض ما ينفعش لازم تتكلم ياض وترد. يعني خدت بالي من كلمه مين اللي بيمد الاسماعيلي باللعيبه دي. يا كابتن صح، انت اديتهم احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى اللي بعد ما لف على انديه كوكب زحل كلهم وداب ومستواه بقى زي الخرا، فراح يعني دلوقتي بيلعب في الاسماعيلي، ده ابن الاهلي، فده اللي بيمد الاسماعيلي باللعيبه. احمد الشيخ اللي انت خدته من المقصه متالق مش عارف ايه، وحسين الشحات بعد ما لفته راح من عندك للاسماعيلي. نسيت اقول لك احمد صديق كان في الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه والناس دي، بعد طبعا ما خلاص قرب على الاعتزال وصل سن الياس برضه لعب في الاسماعيلي كام سنه كده. فده اللعيبه الجامده اللي انت بتمد الاسماعيلي بيها دي اللي جابت له بطولات. في حين يا كابتن بقى انا مش هتكلم معاك على بقى ايه محمد بركات وعماد النحاس وشريف عبد الفضيل واحمد حسن وعبد الله السعيد، يا كتير ده لو قعدت، وعمرو السوليه اعدي لك كتير يا كابتن. فانت بتقول لي ايه مين بيمد الاسماعيلي؟ مين بيمدك انت؟ ده انت الاسماعيلي صاحب تاريخك كله. عمر الساعي يستاهل 50 مليون. يستاهل 50 مليون؟ انت بتساعد. خلي بالك بقى، انا في بعض الاوقات انا ما بيبقاش عندي، يعني انا كسيد ساعات ما بيبقاش عندي راي لده ولا بحب ده. بس ده اعتراف منك ان عمر الساعي لا يساوي 50 مليون، ورغم كده الاهلي اشتراه من الاسماعيلي. لا يساوي، وجه النظر الشخصي ممكن يبقى كويس، لكن لا يساوي الرقم ده. انا كسيد بقول لك ما بملش للموضوع ده خالص. ما بملش، انا بساعدك كنادي وكنادي على اساس حاجات معينه، لكن ما تجيش على جزء من حقوقي او جزء من فلوسي بس. تمام. انا بس القصه ان هو الكابتن سيد اثرها ان بيراميدز لم يرسل خطاب تهنئه او برقيه تهنئه. هو ممكن بس بالدوري. ايوه، ما هو دي اعتراف، هو راح في قضيه. دي لو عمل كده دي ياخدها النادي الاهلي، او انا ولا احمد سليمان مثلا مكان النادي الاهلي ياخدها دليل بتاعنا هو الراجل مبارك. برحب الزمالك بعت برقيه للاهلي بنادي القرن، وبعد كده قال برضه النادي القرن. تمام. برحب بالثمانيه. طب هو نادي الزمالك بعت برقيه للنادي الاهلي بيهنئوا بطوله الدوري؟ لا بس في الملعب عمل كده. يعني هنقول بكاس السوبر الافريقي. والله يا جماعه انتوا عارفين اللي زي دكتور سيد ده بيفكرني بايه؟ عارف لما يبقى عمك مثلا او عندك حد في عيلتك واكل ورثك مثلا او حاجه، فيفضل طول العمر يبني عليه فيكسب من وراه ملايين، يجي بعد كده انت مثلا تبقى طفل صغير فتكبر فتيجي تطالبه، فين يا عمي او يا خالي او يا جدي فين الورث؟ فيقول لك خد يا ابني اهم، خد يا ابني قرشين حلوين اهم، ده كان ورثك ده مش عارف ايه، وعليهم حتتين زياده مني، قرشين زياده مني، كاني بساعدك يعني، دول ليك انت يا عم. يا عم ده انت اساسا كل اللي بنيته ده على حس حاجتي اللي انت كلتها.